جدعان، ايه يا جدعان؟ فاموس يا جدعان، ومصحف فاموس، والله العظيم فاموس. ايه ده؟ ايه ده بقى؟ انا اسف، انا مش هقطع النهارده ولا مونتاج ولا بتاع، هي الحلقه هصورها كده وهتنزل كده حلو، عشان هندي احلى تحيه واحلى سلام لعم انشيلوتي الجامد من هنا لحد بكره الظهر. يعني انا بصوا يا جدعان، انا نفسي اتكلم الاقي حد دلوقتي بيقول لي ريال مدريد، اصل ريال مدريد بتكسب بالحظ. انا محتاج اشوف حد بيقول لي دلوقتي ريال مدريد بتكسب بالحظ. ريال مدريد بتكسب ايه؟ ان هي تفضل تدافع طول الماتش، ومفيش حد كان مراهن الا ان ريال مدريد هتلعب بالشكل بتاع النهارده ده. كله كان بيقول لك ايه؟ ريال مدريد هتفضل مضغوطه طول الماتش، وهوبا هتضرب معاها حظ تك بوم تشي بوم وهتجيب جون وهتكسب. لا يا باشا بقى، احنا ما عملناش كده النهارده. ايه رايك؟ شفت بنفسك؟ شفت شخصيه ريال مدريد؟ شفت شخصيه البطل اللي احنا بنتكلم عليها، اللي الناس بتتريق علينا فيها؟ خدت بالك انت منها ولا ما خدتش بالك؟ ولا تحب اعيد لك الماتش تاني؟ يعني انا ما اعرفش يا جدعان، هو انتوا امتى هتنصفونا؟ امتى هتنصفوا وتقولوا عليا كده كل حد كده محترم كده، يعني محترم كده وبتاع ومفيش ادنى مشكله معاه، يقول لك كده بالمعنى الحرفي يا جماعه ريال مدريد هو بابا الشغلانه، البنط العريض كده. انا نفسي حد يعني يقول كلمه الحق ويقولها، يعني انا بقول دايما كلمه الحق. وجماهير البايرن ترجع للماتش، ارجعوا للفيديو بتاع بايرن ميونخ وريال مدريد في ماتش الذهاب، ارجعوا له تاني. شوف انا كنت بقول لك ايه؟ بقول لك ريال مدريد هتكسب بايرن ميونخ غير كل ده. وكنت شوف الكومنتات الناس، معظم الناس نازله عليا مع لا انت حرام، انت فاكر نفسك ايه؟ انت مش هتكسب طبعا. لا مش مع بايرن ميونخ. اهي يا عم مع بايرن ميونخ، هي بايرن ميونخ هي لعبت بايرن ميونخ النهارده. لو بايرن ميونخ وصلت اصلا السنتياجو النهارده حد يقول لي. يعني لو بايرن ميونخ وصلت سانتياغو برنابيو النهارده حد يقول لي. رغم ان كلنا كجماهير ريال مدريد ما حدش عنده شك ان احنا النهارده بكتر الفرص اللي ضاعت طول الماتش النهارده دي، ما كانش حد عنده شك ان الماتش ده هيخلص لصالح الريال بعد كل الفرص المهوله اللي انت ضيعتها. انت مضيع فرص اقلها تطلع 3-0 4-0 مستريح بدون مبالغه قدام بايرن ميونخ في ملعب السانتياغو. بس لولا ان انت بس الفينيشنج عندك مع معظم اللعيبه عندك مش احسن حاجه. وعملها مين؟ عملها خوسيلو. يا ازاي؟ طيب ما انا محتاج اعرف ازاي. انا الراجل بصراحه ما صدقتش يعني. جون ماشي، التاني لا ايه ده؟ ما تهزروش. خوسيلو هو اللي يعمل الالمان ده كله، ده احنا بنضربه بالشبشب في الليجا. بس بصراحه الراجل نزل عمل فرق. انا في الدقيقه 79 ببص بقول هو فين ابراهيم دياز؟ تفكيري حتى مش مع خوسيلو، يعني ما حدش فينا كان بيفكر ان انت تقول ايه طب ما تنزل خوسيلو. ما حدش فينا فكر فيها، اللي هو خلاص يا اسطى هتنزل ابراهيم دياز بدل بلينجهام وهنمشيها خلاص. الناحيه الثانيه توماس توخيل افتكر انه خلاص فاز خلاص، هو كسب. الدقيقه 75 خرج ليروي سانيه ونزل نزل كيم من جاي، استعجل على التبديل واتبدل وخرج هاري كين وبتاع. هو خلاص فاهم، افتكر ان هو خلاص بقى راح ويمبلي، الموضوع بالنسبه له منهي. هي دي الفكره بتاعت توماس توخيل، هو اللي سهل للريال اخر 10 دقايق دول ولا اخر 5 دقايق. خلاص بقى انت بعت الماتش. انت خلاص افتكرت ان انت مش انت خلاص جبت الجون اكتفيت، ما حاولتش ان انت تجيب تاني، رغم ان انت عارف ان ريال مدريد هتهاجم بكل حاجه فيه. يعني انت كنت محتاج ليروي سانيه وكنت محتاج هاري كين. انت غلطت في الغلطه دي كتوماس توخيل. ولكن الناحيه الثانيه ريال مدريد يا جبار، بيطلع نار من بقه، اللي هو وربنا ما انا مش خارج من سانتياغو غير لو انا كسبان، وبص طالع على ويمبلي حاطط رجلي على الرجل. مفيش بعد كده. ايه يا جدعان يا جدعان يا جدعان بجد اللي ما بيشجعش ريال مدريد ده فعلا فايته كتير قوي. والله العظيم فايتك كتير قوي وصدقني وفي حاجات كتير قوي انت مش عارف تعيشها ومش هتعيشها والله اللي مع ريال مدريد. وعجبني قوي كابتن حفيظ دراجه. كابتن حفيظ معلش انا زعلت منك في حاجه. الدقيقه 87 وبايرن ميونخ كسبانه 1 وانت بتقول ايه؟ خلاص بايرن ميونخ تاهلت، بايرن ميونخ خلاص اتاهلت خلاص. بعديها مفيش باربع دقايق ولا 5 دقايق كابتن حفيظ دراجي بيقول ريال مدريد يتاهل وبايرن ميونخ فشل الى التاهل. طب يا اسطى ما انت عارف التيتا، ما انت عارف اللي فيها. في حاجه اسمها لا تغلق الصفحه قبل قراءه السطر الاخير، وفي قاعدتين تمشي بيهم. القاعده الاولى لا تنسى مكر ريال مدريد، القاعده الثانيه ما تنساش القاعده الاولى يعني كنت اقول لك يا شبح بس طلعت يا صاحبي. ما علينا، مبروك لجماهير ريال مدريد اتبسطوا. وبص احنا مفيش زينا، مفيش زي ريال مدريد يا جماعه، ومفيش احلى من ريال مدريد، ومفيش اجمل من الكوره اللي بتلعبها ريال مدريد، ومفيش احلى من الاحساس اللي ريال مدريد بتديهولك. ده هرمون سعاده صدقني. عملنا كل حاجه في الماتش، ويا ريت بقى الناس تنصفنا شويه. بس كده كان معاكم مين الجبري، حابب برنامج جبريات. سلام عليكم.